عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يستقيم أمر الناس على الفرائض والطلاق إلا بالسيف. وفي رواية يزيد الصائغ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء هل يرثن الرباع؟ قال عليه السلام: لا، ولكن يرثن قيمة البناء. قال الراوي: فقلت: فإن الناس لا يرضون بهذا. فقال: إذا ولينا فلم يرضى الناس بذلك ضربناهم بالصوت حتى يلتزموا بهذه الأحكام، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف. لذلك علقنا قلنا في هذه الروايات وأمثالها إشعار بضرورة أن يكون للحوزة العلمية ولفقهاء الإسلام نفوذ وتأثير بنحو ما. لا أريد أن أحدد ما هو شكل تأثيرهم ونفوذهم، لأن هذا له أشكال عديدة. مثلا وصلت في مراحل مثل الشيخ البهائي والمحقق الكركي من قبله، لهم تأثير بحيث يأمرون السلطان الصفوي أمر. محل الشاهد إذن هذه الروايات كما ترى فيها إشعار بضرورة أن يكون لفقهاء الإسلام نفوذ وتأثير على السلطات الحاكمة بنحو ما لا أحدده، لكن على نحو الإجمال هذه تشير الروايات وتوصل رسالة إلى فقهاء الإسلام عبر الزمن لإلزام تلك الحكومات بتمكين الناس من العمل بهذه التشريعات، فإنها لم تنزل عبثا ولا ليكتفى بتدريسها في الحوزات العلمية فقط، ولا لتعطل وتوضع في زوايا النسيان إلى حين قيام دولة الإمام المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه. هذه عملية عبثية إذا كانت هذه التشريعات تؤجل آلاف السنين مثلا. نسأل الله أن يعجل فرج إمامنا ويطبق الشريعة كما كانت في زمن جده صلى الله عليه وآله. إذن فلا بد من العمل على توفير فرصة تطبيق الحكم الشرعي لمن أراد، كتأسيس مثلا تأسيس محاكم شرعية لا جنب المحاكم الوضعية، سن مواد في قانون الأحوال الشخصية موافقة للشريعة إلى جنب مواد القانون الوضعي. ثم تقولون حرية، من تكرهون على تطبيق الإسلام جيد، مثل ما تردون من أكرهكم على تطبيق الإسلام، بس أنتم أيضا لا تكرهون على تطبيق القانون الوضعي. عقلائي وإنساني ما طالبين شيء زايد، نحن ناس ملتزمون متدينون نريد نطبق الشريعة التي نؤمن بها. خلي يكون خيار إذن للثنين، والمراجع الشخص اللي يراجع المحكمة هو يراجع ما يشاء، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.